في الفيديو ده هقول لكم على اسهل واسرع طريقه هتقدروا تقوا بيها القمصان بتاعتكم في البيت بطريقه سهله جدا. كل اللي عليكم تصلوا على النبي وتكملوا معايا الفيديو مع بعض للاخر. خليني اقول لك بس الاول، لو انت من الناس اللي دايما بتحرق او بتلسع الهدوم بتاعتها وهي بتكويها، او دايما بتلاقي الهدوم فيها لمعه بعد ما بتخلص مكوتها، دول الحل الوحيد اللي هتقدر تحافظ على الهدوم بتاعتك وانت بتكويها من لسع وحرق ولمعان المكوى للملابس. كفر المكوى تeflon حراري اصل بيور، ومفرش ترابيزه المكوى التركي الجديد. ابعتوا لنا على الواتساب عشان تعرفوا كل التفاصيل، وكمان متاح شحن مجاني لاي مكان في مصر. اول حاجه بنكويها في القميص هي الياقه بتاعته. بعد كده بقى بنتني الياقه بتاعه القميص وبندوس عليها تاني بالمكوى بالشكل ده وعشان نطبعها كويس. تاني حاجه بتتكوي في القميص هو منطقه الكتف، بنطبقه قدامنا على ترابيزه المكوى او على المكان اللي احنا بنكوي عليه بالشكل ده، وبنكويها تاني حاجه بعد الياقه على طول. تالت حاجه بنكويها في القميص هي الكمام، بنكوي الكم بالشكل ده وبعد كده بنلفه وبنرجع ندوس عليه تاني بالمكوى. رابع حاجه بنكويها في القميص هي الوش بتاعه او المنطقه اللي بيكون فيها العراوي او الزراير، ممكن نلفه على ترابيزه المكوى زي ما هو او نشيله خالص ونحطه ونكويه على الجزئيه بتاعه الظهر. وبعد كده اخر حاجه هتتفضل معانا الجنب بتاع الوش، ولو مش هتلبسه وعاوز تطبقه نجيبه على الظهر بالشكل ده وهنزرر زرار ونسيب واحد، وبعد كده هنرجع نقلبه تاني على الوش بتاعه وهنتني الجنب الاول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهنحط الكم بالطريقه دي، وبعد كده هنعمل الجنب التاني نفس الشكل. هنيجي من عند نص القميص وهنتنيه تانيه واحده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير عشان غيركم يستفاد.